السلام عليكم اخوات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم هذا البريوش كيجي رائع بحال الجينواز، كيجي هائل بواحد الكريمه خطيره خطيره، كتجي بنينه. واول حاجه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الوصفه معكم. وبالنسبه للمقادير كما لاحظتوا، خديت واحد الكاس ديال الحليب دافي، نصف كاس ديال الماء، و3 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات، سكر سنيده. وهنايا غادي نضيف ان شاء الله واحد الخميره، يعني معلقه كبيره ديال الخميره باش تخمر معنا، وهنا معلقه صغيره ديال الفانيلا. وغادي ناخذوا واحد الليمونه حامضه وغير قشور ديالها، غادي نحكوه باش كيعطينا واحد المذاق زوين لهاد الليمونه. وهاد البريوش كيجي بحجم عائلي زوين خطير ولذيذ ومفشفش، كيجي خفيف بحال الجينواز كما قلت لكم. وتابعوا معايا هاد المقادير ان شاء الله، غادي يتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وجربوها حتى نتوما. خديت هنا بيضه، ضروري كنديروا بيضه كامله، وهنا نصف كاس ديال الزيت. غادي نطربوا هاد السوائل، كنطربوهم حتى كينسجموا مع بعضياتهم. هنايا غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الملح، والكاس الاول ديال الدقيق راه عندي ديجا مغربل. غادي نطربو مزيان حتى كندخلو داك الدقيق في السوائل. غادي نخليوه واحد المده ديال 4 ساعات كيخمر معنا كما لاحظتوا. ضروري من هذه الطريقه ولا بغيتي ينجح معكم البريوش ولا القاشل ولا اي حاجه في العجائن. وهنا ضفت الكاس الثاني من الدقيق. هاد الطريقه هذه راه كيجي بحال الجينواز او بحال داك الكيك، كيجي اسفنجي وكيجي مقطن. هانتوما غادي نحاول ندخل الدقيق ديالي حتى تتبدي العجينه كتقال اكثر، وغادي نخدم بيدي. ما كتحتاجش العجن نهائيا بهذه الطريقه، ما كتحتاجش شد ليك اللي بغيت نقول. هنايا ضفت الكاس الثالث. كنظن الكاس الثالث راه نسيت البنات، ما ركزتش مزيان. المهم خدت ليا المجموع ديال الكيسان اللي عبرت بهم، شي 4 الكيسان ومعلقه هكاك. هانتوما 4 ديال الكيسان ومعلقه كبيره ديال الدقيق اللي خدات معايا، وبنفس الكاس اللي عبرت بهم في الاول هو اللي كملت به. هنايا غادي نضيفو 2 معالق ديال الزبده ضروري تكون لينه باش ما كتعذبكمش وكتدخل لكم في العجينه. هنا غادي نحاول ندخل الزبده غير بيدي. هانتوما ممكن تخدموا بالعجانه، صراحه ما كتحتاجش تشد لك بزاف هذه. هنايا غادي نحطها كاع على البوطاجي على الرخام وندخل فيها ديك الزبده حتى ندخلها فيها. كما لاحظتوا ما دلكتها ما والو، غير خلطتها يعني بالمعلقه ديال الخشب. وهنايا في هذه المرحله هذه هي اللي غادي ندخل فيها، غادي يبان لكم بحال كانت لك ما كندلكش، غير كندخل فيها الزبده حتى ما تبقاش تبان. هانتوما شويه تبقى تشوفوها كتلصق ليا على البوطاجي، حيت الزبده بدات يعني كتخرج هكا على برا ضروري، والعجينه كتطلق. غادي نبقى معها تنجمعها شويه، تتجمع ليا شويه. ما غنزيد لا دقيق لا والو، ما غاديش نزيد لا دقيق لا زيت. غادي نحاول نخدم غير بديك السباتيل ديال البلاستيك، هي غادي تحيد لي كاع العجينه. هانتوما بقاو خدموا بها احسن. هانتوما كتخليو حتى شي حاجه فوق الرخام ديالكم. وهنايا غادي ناخذ المولي اللي درت فيه اللي عجنت فيه وندهنو بالزيت، وغادي نرد فيه هاد العجينه، وغادي نخليوها تختمر معنا حتى كيضاعف الحجم ديالها.
كنغطيوها بواحد المنديل وخليوها حتى كتلقاوها يعني اختمرت. هانتوما طلعات دا في الحجم ديالها هنايا. وغادي غير هنا غادي نمندلك ما والو كما لاحظتوا البنات، غير غادي ندير بحال جمع ساعه عاوتاني في الشتاء من داك الكاس ديالها. هانتوما غير بحال هاد الطريقه هادي ونخليها المره الثانيه. هانتوما ما درت فيها حتى شي مجهود وخليتها ثاني ضعف الحجم ديالها كما لاحظتوا. هنا ما غاديش نفشها، ما غاديش نحيد من هذاك الهواء. كنرشوا هاد الرخام ديالنا بدقيق وكتحطوه على البلاصه اللي غتخدموا عليها شي طبله ولا، وكتقسموها بلا ما تفشوها. هانتوما البنات عرفتوا راه هاد العجينه هادي راه كنقيس فيها كتحسوا بها كترتق لكم في اليدين. دابا انا كنجمع فيها كنلم فيها بحال هكا وراه كنحس بها كدير دوك بحال كترتقوا ديك البلاستيكه، عرفتوا ديال اللي كتجي في شي حاجه جديده هكا، كتشري شي حاجه كتجي فيها واحد البلاستيكه كتبغي تطرطقيها هكا جايه هاد العجينه. سبحان الله. وانتم كيما شفتوا المقادير بساطين ماشي شي مقادير اللي ما كايناش. وهانتوما غادي نسرحوا هاد لامونه. هنايا انا غادي نحتاج غادي نسرحها غير بيدي، ما غاش ندير المدلك. وبالنسبه للسمك ديالها هانتوما ما ترققوش بزاف وما تخليوهاش عاوتاني سميكه بزاف. هانتوما راه كتسرح معكم دغيا كما لاحظتوا. ما فشيتهاش انا جات يعني في الساعه دغيا كتسرح. هانتوما وبالنسبه لهادو هاد جوج قطعات انا غادي نديرهم غير على شكل قرص، حيت عندي الفران ما كيهزليش يعني جوج ندير جوج كيهز بالوحده. حتى هاد القرص هذا هاد البريوش تقدروا تحلوه وتعمروه كيجي رائع جدا. هنا غادي نحتاجو صفر ديال البيض، يعني صفر ديال البيضه وحده، وخديت معاه قطيرات ديال الحليب باش تحمر لكم وتجيكم رائعه جدا. كيجي التحمر ديالها واعر البنات. هانتوما بعد ما اختمرت معايا غير واحد 10 دقائق بحال هكاك، كنخليوهاش تختمر بزاف باش ما تجيش لينا مفرقعه مع الجناب. كدهنوها مزيان بهذا الخليط ديال الاصفر ديال البيض والحليب، كتعطيكم لون رائع. بالنسبه للطياب باش تجيكم محمره كما شفتوها في اول فيديو، ضروري تسخنوا الفران. سخنوا الفران ديالكم مزيان. فاش تدخلوها الفوق غادي تنقصوا عليها، انا عندي فران ديال الكاس، نقصوا عليها بحال هكا طيبوا الكيك وتخليوها طيب على خطرات تبدي كتحمر لكم مع الجناب، وكتردوها يعني تهبطوا اللاطه ديالكم لتحت وتشعلوا عليها من الفوق، يعني تكون العافيه من فوقها وخليوها طيب على خاطرها حتى كتلقاوها يعني تحمرت داك التحمر الزوين. هانتوما البنات ما شاء الله هاد لامونه جات رائعه جدا، جا رائع البريوش ديالنا كما شفتوا التحمار ديالو ما تلصقش لينا. انا كنت دهنت اللاطه بالزبده ورشيتها بالدقيق. اللي عندها ورق الطهي دير ورق الطهي. انا هنايا يعني خدمت عادي كما كنخدموا زمان مواطنا. هانتوما كما شفتوا البريوش جا رائع، جا زوين بزاف البنات. هانتوما هنا كتخليوه يبرد ونخدموا ونوجدوا الكريمه اللي غادي نعمروا بها لامونه ديالنا. هانتوما احتاجيت كاس ديال الحليب، وهنا غادي نحتاجو 2 معالق ديال النشا، ونسيت هنايا السكر البنات تضفتو من بعد. ديروا 2 معالق ديال السكر، 2 معالق كبار، واكيد الزبده معلقه في الاخير كتضيف واحد المعلقه ديال الزبده صغيره. وهنا ضفت كاضافه هاد الحامض كيعطيها واحد المذاق رائع جدا لهاد الكريمه. عصروا واحد الحامضه وضيفوها
غادي تجيكم المذاق مختلف. رائع رائع البنات، كيجي زوين. هنا كتدخلوها الثلاجه تخليوها تبرد لكم على ما توجدوا الكريمه الثانيه. هنا بالنسبه للكريمه خديت لا كريم شانتيي، ما درت كاس مع مرش. وهنايا نفس القياس ديال لا كريم درتو في الحليب كيكون بارد. غادي نطربوا الكريمه حتى تبدي كتعقد، وكنضيفوا لها لا كريم باتيسير اللي وجدنا. ما تنسونيش اخوات من اللايكات ديالكم فضلا منكم وليس امرا، والتعاليق اللي كتزيد تحفزني وكتخلي الفيديو باش كيتشاف اكثر، وجزاكم الله خيرا. وهانتوما البنات ضفت لا كريم باتيسير وطربت، وممكن انكم تبقاو تطربوا حتى كتقصح اكثر من هذا الشيء كما كتلاحظوا. انا خليتها غير بحال هكا. هذه هي لا كريم اللي وجدنا معكم البنات، كتجي رائعه جدا. انا خديت هاد الجيب الحلواني كما شفتوا، دخلت فيه واحد البلاستيكه هكا باش كيجيني ساهل. غير غادي نسالي غادي نرميها، وغادي نزينو بها، غادي نحشيو بها لامونه ديالنا. كتشدوا واحد المنشار، موس ديال المنشار، كتقسموها على جوج كما كتقسموا الجينواز ديالكم، وغادي تشوفوا من الداخل كي كتجي رائعه جدا وكتجي خفيفه ما تشبعوش منها يا البنات. انا راه اتكلت في نهارها هاد لامونه وقالوا لك المين مزيد. ايوا كنتمنى ان شاء الله البنات تعجبكم نتوما، وخليوا لنا لايكات البنات فضلا منكم وليس امرا. اخوان اخوات ما تنسوناش من اللايكات. هذه لامونه ديالنا كما لاحظتوا راه كتجي مفشفشه من الداخل البنات. جربوها وردوا عليا التعاليق، اكيد غادي تنجح معكم ضروري. يعني اللي بغات تجربها تحترم يعني المقادير وتصدق معها ان شاء الله. وبالنسبه للكريمه بغيتو ديروها بالشوكولا، بغيتو تخليوها غير فاني، انا درتها على جوج، يعني قسمتها على جوج، وحده بالشوكولا وحده بالفانيلا والحامض. كتجي رائعه، هذه جات واعره البنات. هانتوما بالنسبه للثانيه جات خفيفه خفيفه خفيفه، واخا نعيه ما نشكرها لكم البنات تجربوها ان شاء الله. وهذه درتها بالشوكولا. وبالنسبه للكريم ضروري واللي بغيتو تجيكم كثيره دبلوا المقادير. انا يلا باش عمرات ليا جوج. غادي نكمل بهذه الطريقه البنات. كما لاحظتوا سرحت الكريمه باش بحال هذه هي لامونه اللي شاركت معكم اخوات اخوان. كنتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله يا ربي، وتبعوا المقادير وتصدقكم ان شاء الله بنفس الطريقه. انتم قطعت معكم باش تشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي رائعه جدا. وما تنساوليش اللايكات فضلا منكم وليس امرا. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وما طولتش عليكم، وخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق، وجزاكم الله خيرا.